جربي بقى الرز بلبن بالطريقة دي وانت من بعدها مش هتشتريه من بره تاني. بس يا ريت بقى في بداية الفيديو كده ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وكمان الشير والمتابعة، وتعرفيني كمان في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني، وما تنسيش كمان تصلي على النبي. في البداية بقى كده جبت الحلة وحطيت فيها ربع كوباية من الرز وكمان كان مغسول كويس جدا، وضفت بقى عليه حوالي كوباية ونص من المية وسبته بقى يستوي خالص لحد ما يتهري. وبعد كده ضفت عليه الرتل من الحليب وقلبته بقى كويس جدا لحد ما وصل درجة الغليان. وبعد كده بقى جبت كوباية من المية وضفت عليها معلقتين كبار من النشا، وحطيت كمان معلقة كبيرة من الحليب البودر ومعلقة كبيرة من الكريم جانتيه وكمان ظرف من الفانيليا وكمان نص كوباية من السكر، وممكن كمان تزودي السكر على حسب ما تحبي او تقلليه، ولو عندك بقى قشطة حطي منها معلقة كبيرة. وبعدها بقى قلبي باستمرار لحد ما القوام يتقل معاكي، وحطيه بقى في الاطباق، واول ما يبرد خالص دخليه التلاجة، واوعدك بقى بعدها انك هتدوقي احلى رز بلبن.